مريم عرفينا بيكي. انا مريم اشرف. انا كنت بشتغل مدرسه لمده 6 سنين واتخرجت من ماس كوم اعلام من MIU. اوكي. وقبل ما ادرس كنت شغاله في ماركتينج. بعد كده قعدت سنه ما قدرتش فرحت على التدريس. وبعد كده بقى بدات على السوشيال ميديا وقت الكورونا. بس كان الموضوع بس يعني اكتر حاجه صدفه في حياتي. ما هو السوشيال ميديا اصلا صدفه. بجد انا أيوة. الكورونا عمري ما كنت ابداها. كنا قاعدين ساعتها زهقانين ومفيش حاجه تتعمل وكده، فصحابي وماما وبابا قعدوا يقولوا لي طب ما تبداي على السوشيال ميديا. قعدت اقول لهم لا تبداي ايه بقى بالظبط؟ اللي هو ما تبداي. انا كنت انا كان شعري كيرلي وكانوا بيشوفوا اللي في ناس بنات شعرهم كيرلي وبيتكلموا على الاهتمام بشعر كيرلي وكل الكلام ده، فقعدوا يقولوا لي طب ما تعملي كده ما تبداي. قعدت اقول لهم لا ماليش انا في الكلام. ايوه ما اعرفش ايه. بعد كده قلت طب خلاص انا ممكن ابدا واسلي نفسي ونتسلى كلنا، وبعد كده خلاص الاكونت بقى يتقفل لحد ما نرجع لحياتنا الطبيعيه. فبصراحه اشتغلت عليه كويس قوي وقعدت اعمل كونتنت وقعدت ادرس اكتر في الموضوع وكده. بعد كده لقيت الموضوع كبر، يعني لقيت الاكونت بيكبر وفي ناس بنتواصل مع بعض وبيسالوني وبسالهم. فقلت لا خلاص انا هكمل فيه وحباه وحابه ان اتعلم فيه اكتر يعني. طب لذيذ. انت عارفه اوكرل صح؟ طبعا. اوكي. يعني انا يعني ما جربتش من علا يعني. طبعا ده اكيد. تتاكد بس انك يعني لا عيب عليكي طبعا. ما بصي اهو كيرل توك وكراسي حمراء ايوه بس انتوا غيرتوا الباكجينج. هو بصي ده باكجينج القديم. وبعدين انا قلت بقى ايه نوحده لونين عشان يبقى مور استاتيك. لذيذ قوي. انا عاجبني قوي الباكجينج اتراكتيف قوي للعين. ميرسي جدا واسمي مكتوب وبتاع انا واخده فلو طلع وحش او حاجه انا اللي هتدبس يعني اول حد هيبقى في وشي. لا بس هو يعني حاجه الصراحه حلوه. انا استخدمتيها قبل كده؟ انا لسه هستخدمهم ان شاء الله بعد القعده. اوكي. طب انا سمعت ان انت شعرك اصلا ما كانش كيرلي او انت يعني يعني كنت بتعمليه مش ما كانش عن نفسك مش ما كانش عشان احنا كلنا كمصريين اصلا. انا يعني متاكده ان احنا 3/4 اصلا شعرنا كيرلي عشان احنا بحر احمر متوسط. فاحنا المنطقه دي الشعر اصلا مش ناعم. 3/4 فعلا شعرنا افريقيا يعني وبحر احمر متوسط. فمنذ الصغر بقى احنا طبعا اهالينا بيقولوا لنا حاجات بيخليونا نكره الشعر الكيرلي ونبقى. تحكي لي كده عن مرحله الترانزيشن. انا هحكي لك بقى القصه حصلت ازاي. بس انا هقول لك انا طبيعه شعري اصلا كيرلي ده من وانا في المدرسه وكنت بحبه جدا وكل الكلام ده. بيجي علينا كده فيز في حياتنا بنشوف يعني. لما دخلت الجامعه قعدت اقول بقى اشوف البنات اللي عامله شعرها وشعرها ستريت وكده. فعارفه الفيز اللي انت بتبقى عايزه تجربي وعايزه تغيري في شعرك. مع ان عايزه اقول لك انا ماما كانت بتشجعني جدا اللي انا احب شعري وكانت بتخليني احبه جدا وتقعد تقول لي ما تعملهوش وشعرك الكيرلي حلو وهيبوظ. يعني ماما بصراحه برافو عليها يعني عكس امهات كتير في الموضوع ده. لا هي كانت بتحببني فيه جدا بس انا برضو كنت عايزه اعمله. يعني كنت بروح اللي هو مثلا في العيد ممكن اعمله مثلا مره في الكوافير. فرح مهم قوي انا ما كنتش بعمله كتير. كنت بعمله مره مرتين في السنه. جيت بقى عند اخر فرح كان فرح اخويا في 2018. شعري عملته مره خلاص اتفرد من اوله لاخره. انا كان شعري طويل جدا. كان شعري لحد اخر ظهري من اوله لاخره هو اتفرد. يعني ايه بعد ما عملتيه ولا بعد ما غسلتيه؟ خلاص باظ. لا بعد ما عملته وغسلته بقى خلاص انا بقى ايه خلاص. لقيت كله من اوله لاخره اتفرد. فالناس اصلا في بنات عرفتني ده كان اخر سنه في الجامعه. في ناس عرفتني كانت فاكره ان انا طبيعه شعري ستريت عشان هم عرفوني كده. انا اصلا دي مش طبيعه شعري. بس كله بقى من اوله لاخره اتقصف كله اتفرد. انا اصحابي كانوا بيجي مثلا يمسكوه من تحت كان بيجي كتل في ايديهم. خلاص هو باظ وقع اتقصف اتكسر. هنا بقى قلت ايه كان في بنوته في الجامعه كان شعرها كيرلي كان تحفه. انا قلت شفتها في مره دي كانت التيرنينج بوينت بالنسبه لي. قلت لا انا شعري كان كده وكنت متضايقه قوي وكنت باصه بقول ايه الحلاوه دي. هو انا بجد عملت كده في شعري. قلت انا خلاص انا هاخد قرار انا مش هعمله تاني ولا الدنيا اتطربقت. بس دي كانت بقى ما عملتوش تاني؟ ما عملتوش تاني من 2018 خالص ولا زهقتي مثلا مره وقلتي يعني ولا مره ولا سشوار ورجع قعدتي تقصي فيه لحد ما رجع. انا بصي هما كانوا سنتين الصراحه لا يعلم بيهم الا ربنا. طبعا كانوا صعبين جدا. شعري كان في اسوأ حالاته. كنت بشيل هم بقى الايفنتس. كنت بشيل هم مناسبات. مش عارفه اروح افراح مش عارفه اخرج. كان بجد وحش. قعدت بقى اخترع طرق كده اللي انا الصمه. اقعد اعمله بقى هيتلس كيرلز. عارفه اللي هو بقى طرق كده الفه على صوابعي بالظبط. فينجر كويلينج بقى كنت بلصمه بالعافيه. الفكره هنا بقى اللي انت بتبقي ايه. انت بتبقي في حته هنا انت مش هينفع ترجعي تاني. يو كان جو باك خلاص. انت مضطره ان انت تكملي تواجهي العالم بشعرك بالوضع ده لحد ما يظبط. دي بجد اوحش حاجه. عشان كده في بنات كتير قوي بتضعف في الحته دي وبترجع تعمله تاني. فهي سايكل خلاص.
كل ما تحاول تظبطه مش عارفه تتعامل او مش أيوة. قادره تواجه بيه الدنيا وترجع تعمله وهكذا. فبتقول لك بس أنا قلت خلاص لا على جثتي. طب ايه الروتين خلاص. بقى اللي عملتيه اللي خلى شعرك يفضل كيرلي كده حلو قوي كده؟ ده بعد ما تظبط. لا أنا بعد ما في- ظبطت في- عامه الروتين بتاعك ايه يعني ازاي عرفتي؟ يعني انا ما كنتش عارفه ان في برودكتس اصلا زمان يعني وانا صغيره. انا مامتي كانت بتشد لي شعري على طول بتلمه انا كنت لورا. بستخدم الحاجات الموجوده في التويلت، انا ما كنتش كنت لا اي حاجه اللي موجود بستخدمه. اوكي. بعد كده بدات كونديشنر أقرأ بقى اي كونديشنر اي شامبو على اي بلسم موجود. بالظبط يعني ايه بالظبط. اصلا حمام كريم؟ انا كان موضوع الهير ماسك ده بالنسبه لي كان في hair الهاني mask ده إيه يا بتاع جماعة؟ زمان الهايل ده. والله ده لسه عندي، عايزه ده اقول هايل. ده ماما بتحبه جدا. ده البلسم ده تحفه هايل تحفه. انا عايزه اقول بتجيب منين ده؟ من بورسعيد دلوقتي ولا ايه؟ لا ده والله في اماكن معينه ماما خطير. بتخليني اروح اجيب ستوك ايوه وارجع بيه لانها بتحبه جدا. والله لسه احلى لسه حاجه شعري ده. بيه امبارح. والله بتجيبي لي ازازه معاكي بقى عينيا الاثنين. مش عارفه بتجيب منين. لا بس بعد كده يعني في الاول طبعا كان الموضوع عشوائي جدا، اللي قدامي بستخدمه. يعني اصلا ايه حمام كريم ده يا جماعه يعني. بعد كده بقى بدات ان انا ادرس في الموضوع، بدات ان انا افهم يعني ايه اصلا اهتم بشعري، يعني ايه ازاي استخدم الشامبو، ازاي استخدم البلسم، يعني ايه حمام زيت، يعني ايه حمام كريم. أيوة. يعني ايه ليف ان. يعني ايه ليف ان؟ ما دي بقى ما دي يعني كريم عادي. ايوه كريم عادي. انا اصلا كنت بحط سيرم كده وخلاص، ما كنتش بحط. بس على فكره الواحد لما بيبقى اصغر شعره بيبقى اسهل ان انت تعتني بيه. يعني في الجامعه كان كيرلي وبغسله وانزل. ده انا كنت كده في المدرسه، هو بنتين صدقيني كنت مفيش حاجه. انا مفيش حاجه مش فاكره اصلا كنت بحط، بس بنزل كل الصور شعري كيرلي حلو ولا بقى لوحده من غير لوحده. اي فرشه. بعدين بقى لما بقى مع الوقت شعرك بقى لا يعني ما اقدرش انام واصحى ولا ايه حلو، لا يعني ما اقدرش اغسله وانزل. لازم بقى في برضه دامج خلال السنين طبعا. برضه. يعني شعرنا دلوقتي غير زمان خالص. اكيد. انا شعري كان زمان عايزه اقول كان اتقل كتير اصلا بمراحل. ما شاء برضه الله. اللي احنا عملناه فيه يعني مش قليل. مش قليل لا. لا هو شاف معانا كتير للامانه يعني شاف معانا كتير. ففين وفين بقى لما قعدت اقرا وافهم واهتم. وبرده كنت في بنات كتير قوي كنت بتابعها. اول لما بدات انا كنت تايهه قوي، مش عارفه اعمل ايه، فين، مين تستخدمي ايه. وبعدين كان فيها كمان برودكتس كتير اكيد. برودكتس كتير جدا من بره بقى فري سلفيت سيليكون فري سيليكون بالظبط. حاجات كتير قوي. بس بعد كده خلاص بقى يعني بقيت فاهمه اتعامل ازاي، ايه الحاجات الانجريدينتس الكويسه، ايه اللي مش كويسه. يعني في سمعه كانت طالعه على السلفيت والسيليكون دي بشكل غريب. يعني اول لما بدات فري سلفيت فري سيليكون، خلاص يا جماعه فري سلفيت وفري سيليكون. لا اكتشفت ان هم مش مضرين خالص، بالعكس في منهم بالظبط. السيليكون تقريبا كويس. ايوه هم اصلا هم الاثنين بيمشوا مع بعض، بيمشوا بارلل. هو يعني السلفيت ده الاساسي عشان فروتنا تنضف. بس بس كل هو فروه في تختلف. ما هو كل حاجه كيميكال. لا ما هو بس ده في كيميكالز. ما هو حلو للشعر لكن هو في ايه؟ ما انا هقول لك. هي ماده بس بتنظف الفروه. ايوه يعني بزياده صح. شويه. اللي بيحب ينظف قوي ده تفرق بقى من بقى شعر دهني لفروه جافه. كل واحد يستخدمه كل قد يعني ما تبقاش مثلا فروتها جافه تستخدمه يوم او يوم، لا ما هو شعرك هينشف. الفروه الدهنيه لازم اساسي انها تستخدم شامبو فيه سلفيت. السيليكون بقى يا حبيبي هو بجد يعني هو سمعته بجد وحشه قوي، ما اعرفش ليه الناس بتتخض منه. بس هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيغلف الشعرايه، بيحمي من العوامل الخارجيه، بيقفل على الترطيب اللي في الشعر، بيقلل من نسبه ان الشعرنا اللي هو يتقصف. بس فالمهم ان انا استخدم معاه سلفيت عشان يشيل السيليكون، يشيل الطبقه دي بس. الاثنين مع بعض يعني. هم عشان كده بقول لك بيمشوا بارلل. غير كده هو المنتج الجاي بقى ان شاء الله بحط لك سلفيت وسيليكون، بحط لك كل الكميات اللي انت عاوزاها. بس ده ما فيهوش ولا حاجه من الحاجات دي. بستخدم برضو حاجات ايوه سيليكونز عادي. بس استخدم ده ايه امتى بالظبط. طب ايه بقى الحاجات يعني الناس اللي بتتابعك ايه اكتر حاجه هم بيجوا لك عشانها؟ يعني انت مثلا بتقولي لهم على ايه الانجريدينتس الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده، ازاي يرطبوا شعرهم، ياخدوا بالهم من شعرهم، ايه الحاجات الاساسيه كده يعني. انا ممكن اقول لك اكتر اسئله بتتسالني ايه البرودكتس اللي تعمل شعري كيرلي، وايه البرودكتس اللي تمنعني الهيشان. دول اكتر سؤال بتسالهم في حياتي. اول سؤال هو مفيش برودكت في الدنيا بيخلي شعرك كيرلي. ما دي سؤال غريب جدا بالنسبه لي. يعني طبيعه يمكن ده حاجه جديده. لا ايوه بالظبط. هما بيبقوا فاكرين ان الليف ان ده هو اللي بيخلي الشعر كيرلي، لكن لا هي لا هو بس هو لازم طبيعه شعر، بس لازم تسيبيه على طبيعته علشان يعمل كده. مظبوط. هو طبيعه شعر بس انت لو ما اعتنيتيش بيه خلاص مش هيعمل كده. انا مثلا لو سبت شعري من غير ليف ان ولا ستايلينج، لا هو اكيد شكله مش هيبقى كده. مش هتشوفي الكيرلز الحلوه اللي فيه يعني. بالظبط كده.
هو احنا بنبرزه، بنخليه بالظبط. شكله ديفايند، شكله احلى باين، بنبرز جماله مش يعني. انه يبقى منكوش بالظبط كده، او انه يبقى هايش زي ما هما مظبوط بيقولوا كده. بالظبط. الهيشان ده بقى عشان دي اكتر حاجه انا بتسال عليها. البنات يعني بالنسبه لهم الهيشان ده كارثي. انا عايزه اقول لهم بس ده اتس بارت اوف ذا باكج، احنا جزء من طبيعه شعرنا الكيرلي ان هو يكون هايش، ده طبيعي. بس هايش قصدك يعني بس هيشان، الهيشان عارفه اللي هو الحاجات اللي طالعه اللي دي واقفه كده عادي. اللي ده بنحاول طبيعي ننزلها جدا، دي. ده عادي. اوكي. لكن في هيشان يفرق، في هيشان عارفه الهيشان اللي هو الموزايك، تحس ان في حاجه غلط، لا ده محتاج اهتمام. وفي بس ده الهيشان اللي العادي بيبقى صحي من النوم ففي هيشان، ده طبيعي. بس ده اللي مزعج يعني. ده كده كده ده مش تنزلي بيه يعني في حاجات بتفرق يعني. هيشان يفرق عن هيشان، فهو مفيش طريقه اللي انا امنعه 100%، دي حاجه مش موجوده، مش طبيعيه خالص. في طرق اللي انا اقلل الهيشان او امينيمايز بس بالظبط بسيرتن بقى برودكتس، certain products. والطرق اللي انا بستخدم يعني بصي انا هقول لك بقى، قولي لي بقى، اديني بقى ست الكل. قولي لي في حاجات قبل الشاور، في حاجات انا بعملها قبل الشاور، في حاجات during الشاور، في حاجات بعد الشاور. اوكي. وكلهم مهمين جدا. قولي لي بقى، ابتدي. انا هقول لك اول حاجه قبل الشاور دي انا بحب قوي اللي انا استخدم حمام زيت على اطراف شعري، اللي هم البنتريتنج اويلز، دي الزيوت اللي بتخش الشعرايه. ودي مهمه قوي في الصيف، لان احنا في الصيف بنغسل شعرنا كل يوم. ده مدمر للشعر طبعا. ده بيسبب حاجه اسمها هايدرال فاتيج. اوكي. فالزيوت اللي انا بستخدمها دي بتخش الشعرايه، فبتقلل نسبه دخول وطلوع الميه من الشعرايه. اوكي. لان ده الهايدرال فاتيج ده بيخلي الشعرايه تتكسر، بيخليها تتقصف. فبحب بيقلل التقصيف، فبالتالي بيقلل من نسبه ان الشعر يتقصف او يتكسر. ده حلوه قوي للناس اللي هي مثلا بتتمرن كل يوم، بتغسل شعرها كل يوم، مسافره فهغسل شعري كل يوم. ايه هي الزيوت بقى دي؟ ده مثلا زيت جوز الهند، زيت الارجان، وزيت زيت الزيتون. اصغر واحد اللي هو جزيئاته اصغر واحده ده زيت جوز الهند. اوكي. ده على الاطراف انا بحبه جدا. على اطراف الشعر. انا ببعد عن الفروه تماما، ما بحطش اي حاجه على فروتي غير الشامبو، لان في ناس بتعمل خلطه زيوت وتحطها على الفروه. هي الزيوت لاطراف الشعر، للشعر نفسه، مش للفروه تماما. بس لو بتعملي حمام زيت تعمليه للشعر كله. ده انا عايزه للشعر كله بعيدا برضو عن الفروه. هو مش، انا عايزه اقول لك حاجه، هو علميا اصلا الزيوت ما بتطولش الشعر ولا بتقله نهائي. بالعكس، هي ممكن مع بعض الناس تسبب اللي هو تعمل بيلد ابس وتراكمات والتهابات. وفي ناس لما بتروح كلينكس بتكتشف ده، هم مش بيبقوا عارفين ان انا عندي اريتيشن او التهابات في فروتي، بيكتشفوا ده لما بيروحوا بقى الدكتور ويكشفوا كل الكلام ده. فهم اصلا هو المفروض الزيت للاطراف، وبرده البلسم برده مش روش الشعر، وبعيدا برده عن بالظبط كله بعيدا بالظبط. لان الفروه دي اللي بيطلع منها الشعر، دي لازم تبقى انضف حاجه، دي لازم تبقى نظيفه جدا. طب الشامبو لو انت حطيتي عليه شامبو، اللي هي الشامبو على الفروه ما هو برضو الشامبو وات شامبو بقى. لا، ما هو الشامبو الفورمولا بتاعته معموله للفروه اصلا، مش معموله بقى للشعر بالظبط. يعني لو بس لازم شامبو بقى ما فيهوش بقى كيميكلز او حاجه، او صابونه بقى ولا زي الرجاله والله بتستخدم. انا بحب الصابونه، بس انا بقى الصابونه هايله والله. هو ده الصابونه هي الحل يعني، ما هي لكله للجسم يعني. بس برضو لا، هو الشامبو ده بيختلف من فروه للتانيه. نوعه ايه بتاع نستخدمه كل قد ايه، ده بيختلف من بنوته للتانيه. ماشي. فانتي قبل الشاور بتحطي الزيوت دي. اقول لك بقى على تريك تانيه. حطي حمام الكريم قبل وبعد الشاور على اطراف شعرك، اللي هو قصدك الماسك يعني. حمام الكريم دي حاجه سحريه. قبل يعني قبل وبعد. ساندويتش تكنيك. دي انا بعد ما بحط حمام زيت باخد كده شويه حمام كريم، بروح حطاهم على الاطراف. ليه بقى؟ انا هقول لك. لما الشامبو لما بينزل على الشعر، هو الشامبو الفورمولا بتاعته مش معموله اصلا للشعر، اللي تيجي على الشعر نفسه. فلما بيجي على الشعرايه بيكوز شويه دامج، بيسبب ضرر لو مش معمول، هو يجي على الشعر. فده زي ما تقولي كده، هو بيحمي الشعر، يوقفه يعني. بيحمي الكيوتيكل اللي هي الطبقه الخارجيه. بس انت بتقولي حمام زيت فين؟ على الاطراف برضه. ايوه البنتريتنج اويلز بقى، وزيت جوز الهند. فبتحطي بقى ماسك في الاول وماسك في الاخر. بعد كده بخش اللي انا اغسل شعري. خلاص بقى حطيت زيت وهير ماسك. هخش دلوقتي اغسل شعري. اغسله بميه فتره، بلاش سخنه، ميه مولعه. بلاش ميه سخنه مولعه، عشان الميه السخنه بتسحب كل الزيوت الطبيعيه من فروتي، ودي اصلا ببقى محتاجاها عشان ارطب فروه شعري. فاهمه قصدي؟ فاحسن حاجه انا استخدم ميه ساقعه او ميه فتره. طبعا ميه الساقعه في الشتاء دي مستحيل. بس انا بحب ميه ساقعه، ممكن اعمل كده. دي حاجه تحفه عايزه اقول لك. او ميه فتره. هنستخدم الشامبو، هنعمل مساج دقيقتين 3
فتره محترمه، مش اللي هو بس كده عشان فروتي بجد تنضف. بعد كده هبتدي ايه، انزل الميه، خلاص انا غسلت الشامبو، هبتدي انزل الميه الزياده من شعري وابتدي ابلاي ايه الكونديشنر اللي هو البلسم. بس ما ينفعش احطه على شعر مبلول قوي عشان هو هياخده وينزل، انا مش هعمل حاجه، بس هحطه على كل الاطراف واسيبه شويه دقيقتين 3. معظم البنات ده لو ما كانش كله بيحطوا البلسم ويغسلوه في نفس الدقيقه. لازم يتساب. لا هو كده ملوش اي افكت. ما هو عامل زي، بس انا بحط الكريم اللي هو الماسك ده. في ناس بتوفر واسيبه بقى. في ناس ده بقى بيبقى اتقل عشان شعري بقى محتاج ان انت قبل البتاع وبعدين بعد البتاع بتعملي نفس تحطي بقى على الاطراف اللي هو خلصنا بقى البلسم. نيجي بقى فقره حمام كريم دي. انا بقى بصي، انا لما بقول حد هير ماسك بيفتكر ان دي خطوه مرفهه، لا دي خطوه اساسيه. امتى بقى لاي بنت. انا خلاص انا غسلت شعري من البلسم، انا هطلع هستخدم الفوطه المايكرو فايبر بتاعتي. او تي شيرت قطن، مش هستخدم فوطه عاديه اللي هي فوطه العاديه. ايوه دي هتاخد كل الترطيب من شعري. انا كده ما عملتش اي حاجه. هبتدي ان انا اقسم شعري اجزاء، هاخد الفوطه هنشفها براحه خالص بالطبطبه. يعني شعري ده عامل زي البيبي رقيق جدا، مش هينفع بقى ان انا اقعد ادعك فيه بتاعه المواعين دي. لا مش هينفع، ده شعري ده رقيق جدا. فاهمه؟ هقعد كده اطبطب عليها كده بالفوطه، انزل بس الميه الزياده، هقسم شعري. بعد كده امسك جزء واحط الهير ماسك، اقعد بقى اعيد حطي الهير ماسك اللي هو بيقعد في الشعر قصدك. هسيبه ليف ان يعني. لا الهير ماسك حمام الكريم. وبتسيبيه؟ لا بتشيليه بعد كده. بسيبه تلت النص ساعه. بس ده مش كل يوم، ده كل يعني في يعني في اسبوع. تحطي حمام مرتين في الاسبوع. يعني كل ما نغسل شعرنا ده احسن حاجه. بس انا بحطه جوه الشاور، بيكون جاف اكتر عن اي شعر. انا بحطه جوه الشاور. بتحطيه جوه بس يعني وبسيبه شويه جوه. بتسيبيه قد ايه بقى؟ 3-4 دقايق 5 دقايق. ايه ده؟ بس عشان اعمله حرام عليكي. تلت ساعه دي بقى قصه ثانيه. ما انت تطلعي بقى عايشه حياتك بقى. وضبي بجد، وضبي الدنيا، وضبي الشقه، اعملي بجد وارجع تاني بقى جوه. هي يتساب تلت نص ساعه عشان بجد نلاقي افكت. ما عشان انا هو ده اللي بيعمل بقى لا هو ده اللي قصدي اللي بيعمل كيرلي، قصدي اللي يعني بيرطب في الدنيا تبقى ده كده ده ناتشرال يرجع يعني. هو اللي بيخلي الشعريه نفسها تبقى مرنه. هو اللي بيخليها تروح وتيجي، اللي هي ما تبقاش ستيف قوي انها تتكسر او تتقصف. هو اللي بيخليه لامع، هو اللي بيخليه صحي. فانت بتحطي بقى مش على الروتس بقى، كله بره. ببعد خالص عن الفروه، بحط بقى من اوله كده لحد اخره، بركز قوي على الاطراف لان دي اكتر جزء بيبقى ضعيف قوي وقابل ان هو يتكسر، فبركز عليها قوي. بعد كده بلمه، بعيش حياتي لمده تلت نص ساعه. بعد كده بقى ايه، بروح اغسله خلاص بميه فتره. وتسرحي. نيجي بقى لفقره الستايلينج دي، فقره طبعا لوحدها خالص. انا بقى خلاص سلكت بالظبط. بس بلاش تسلكي بقى وانت نازله عليكي الميه، دي كارثه. ليه بقى؟ ليه؟ لان شعرك وهو مبلول بيبقى في اضعف حالاته، بيتلكك عشان يقع، بيتلكك عشان يتقصف. فانا لو سرحته تحت الشاور هيقع اضعاف، وهيساعد ان هو اكتر يتقصف. بس انت لو سرحتيه لما تطلعي ما هو هيكون جدي. لا مش هيدي تانجل. صدقني انا بحس انه مش بيديتانجل، محتاجه يعني ممكن افك صوابع يعني افك كده بصوابعي لازم يعني تحت الشاور، بس بلاش بالفرشه، ده هيخليه يقع اضعاف. عايزين مانيوال بقى كده صغير، مش مستحمل اصلا. عاوزه مانيوال صغير. يعني محتاجه يعني ايه. هي بصي هي خطوات كتير. بس لما للاسف لما واضح انت بتعمليش حاجه تانية بقى، بتعملي شعر كيرلي. انا عايزه اقول لك يعني انا عايزه اقول لك في البيت عندي هديك العبوات دي بقى تبيعي. بصي تمسكيها جعانه كده يعني انا عايزه اقول لك حاجه، تنزلي بيها في الشوارع. لما بكون داخله مثلا استحمى او حاجه، بيبقوا عارفين اللي هو يوم كامل، فلازم اعلن في البيت يا جماعه انا داخله اغسل شعري. انا داخله طبعا، مش هتشوفوا لا ما هو الشعر الكيرلي محتاج عنايه مينتننس، هاي مينتننس عالي يعني. هو هاي مينتننس بس يستاهل. بس انتي بتقعدي بيه قد ايه بقى لحد ما تغسليه تاني مره؟ لا بقعد بقى براحتي، بقعد 5-6 ايام. انا كمان شعري جاف، شعري مش دهني. انا جاف بس خفيف يعني واسع. انت شعرك عادي كمان، مش حاساه دراي. انت شعرك حاساه عادي. ممكن تقولي عادي مش دراي قوي، بس هو الكيرلز بتاعته واسعه. انا بحب قوي، فده عنايته اكتر، عشان ده ما ينفعش الكيرلز بتاعته تفضل في مكانها غير لو قعدتي يعني. انت بتغسليه كل قد ايه؟ يعني 2-3. اوكي. اكتر من كده لو انا عاوزه ستايلت. يعني ما انا ممكن بقى المه وانزل خلاص بقى. ما انا فاهمه، ما انا مش كده بلعب رياضه كل يوم الصبح. التمرين ده بقى كارثه. انا كل يوم الصبح في عرق بلم، صعب قوي. وبعدين عاوزه ارجع اظبطه عشان انزل. ما انا عندي بقى حاجات، ما انا يعني مش هنزل فعشان اظبطه معناها لازم اغسله او لازم ابله.
فساعات بقى بقابله ريفرش بالسبراي بقى بالظبط. ريفرش كده على ريفرش خفيف، بس وبستخدم مش كل الاكتيفيتور يوم. بقى. ده هيبقى هو ده هيبقى هايل. حلو جدا ده وقت للهيشان الريفرش. ووقت الريفرش. وعايزه اقول لك حتى لو انا مثلا يوم ثالث يوم مثلا حسيت ان فيه شويه هيشان ممكن اخده ارشه، هو ده بيظبط الدنيا. هو ده بصراحه بتبلي شعرك انا الاول بحب بيبقى البرودكتس دي، بيبقى مبلول كده، وبعدين بقى بتحطي ده فتحسي ان انت كانك لسه غاسه شعرك. ده بيبقى تحفه تنزلي بقى بقى. للاوقات اللي انت خلاص انت مضطره تنزلي وما عندكيش وقت تغسلي بالظبط. فيه شعرك. هو ده بيبقى الحل. هايل بصراحه، وبيرفرش بقى طول اليوم، يبقى معاكي في الشنطه لذيذ قوي. فاهمه، كل ما طلعي شعرك على طول يهيش تحفه. ترشي. بس مع التمرين الموضوع طبعا صعب جدا. انا بقعد اقول، بيقعدوا يسالوني بتعملي ايه مع شعرك بالتمرين؟ والله ما بعمل حاجه، بيبوظ عادي. كارثه بجد بيبوظ. اصل هعمله وبعدين ما اقدرش اتمرن وهو سايب، لان اسيبه بقى كده واشيل بقى الويت وانا بقى عامله كده، ما مش هتحصل. فانا بلمه. لا وفي الصيف كمان بقى مع الحر، لا 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 يا جماعه، بلا بصوا احنا في الصيف هنضطر بقى. في الصيف ايه الفرق بقى بين الصيف والشتاء؟ في الاهتمام. انا هقول لك دلوقتي. في الصيف بنبقى محتاجين اللي احنا اهتمام اكتر. ليه؟ عشان خاطر الشمس، اليو في بتاعت الشمس بتدمر الهير بونز اللي هي جزيئات الشعر اللي بتبقى جوه الشعرايه دي، اللي بتخليه بتخلي الشعرايه كده ماسكه في بعض. اوكي، اللي هو الكيراتين الطبيعي. أيوه. البروتين الطبيعي بتاع شعرنا دي بتدمره، الشمس بتدمره. فده هيخلي شعرنا ايه؟ هيخليه طبعا ضعيف جدا، هيخليه مش قوي، هيخلي اللمعه تروح، هيخليه دامجد. صح. فانا بهتم قوي. الشمس والبحر ده كارثه، انا عايزه اقول لك كارثه. حاجتين على قد يعني. ما هو بتبقى يعني بس كده انا ببقى عايزه اتبسط والله، ببقى مش عايزه اشيل هم حاجه. بس الموضوع ده بقى بيبان بقى بعد الصيف بقى، لما تلاقي شعرك متقصف. فبركز قوي على البروتين ماسكس دي، مهمه قوي لان احنا شعرنا بيفقد بروتين كتير جدا خلال الصيف بسبب الشمس. فبركز قوي على البروتين ماسكس. زي ايه بقى؟ ايه انواع البروتين ماسك؟ في انواع كتير. في مش ماسك عادي، بروتين ماسك. هم بيبقوا ماسكس معينه بيبقى موجود فيها بروتين بنسبه عاليه شويه. طب وده اهم مثلا ولا الماسك؟ ما بصي كترتيب هم الاثنين واحد، بس انا بختار الحاجات اللي فيها بروتين. يعني ممكن الماسك ده هير ماسك وده هير ماسك يبقى فيه بروتين. هو ده. بس احنا المفروض هنعمل ماسك بعد ده هايل. انا عاوز اعرف هو لازم يعني نعمله بقى بروتين ماسك بحيث يبقى اوريدي للصيف والشتاء. البروتين ده مهم قوي لكل الناس، لكل الشعر اللي في الدنيا. بس مثلا واحده بتعمل شعرها على طول، واحده مهتميه بيه قوي، يعني هتحتاجه اكتر. اكيد اللي بتبوظ شعرها لان هي برضو لما تعمله ده برضو بيبوظ البروتين اللي في شعرها، فاهمه؟ فده اكتر الناس اللي بتبقى معرضه اكتر لضرر. اوكي. بس في الصيف بقى لا، انا ده لازم اساسي ان انا استخدم هير ماسك فيها. كل قد ايه بقى؟ والله انا ممكن استخدمه كل شاور عادي. اوكي. ده عادي برضو بنفس الطريقه. نفس الطريقه بالظبط. طبعا في المصايف احنا برضو خلي بالك بنكون وقت بقى بس على قد ما اقدر بحاول اسيبه شويه كده، وبعد كده اخش اغسله بقى. وبحب اسيب شعري بعد كده، مش بحب اسيب يعني، بحب ان انا اتبسط. بتعمليه يعني برضو ستايلينج؟ لا بحط الليف ان كده بس وتسيبيه بقى مع الهواء وخلاص. صح. انا بستمتع قوي الصراحه بالموضوع ده في الهواء بقى. قبل بقى هقول لك على حاجه تانية. قبل مثلا البول والبحر بحب ان انا احط سيرم فيه سيليكون عشان يحمي من الشمس والبول والبحر. اوكي. هو الرياكتيفيتور ده في اس بي اف. هي لسه كان في بنوته بتحكي لي ده هيبقى تحفه برضو. نستخدمه للشمس للبحر. حلو قوي. والاطراف خطير. ونلم وننزل، واول لما نطلع نغسل الميه، ما نسيبش الميه المالحه على شعرنا. ولا انا بحب الميه المالحه على الشعر قوي. انا عارفه هي بتخلي كده في بيتش ويفز انه هيصفر، فاهمه؟ هيفتح كده ايوه، وبتدي ويفز تحفه حلاوه بقى وكده. بس ده هيبوظ بقى الشعر بالظبط. فاهم حاجه؟ مره كده ومره كده بقى. يعني بصي مش كل مره نغسله ومره نسيبه كده. بس نطلع بس يعني نغسله، ما نسيبش عليه الميه المالحه او ميه الكلور. دي بتبقى على خيرة الله. خير. انا عارفه انا عارفه لو خطوات. لا انا بحب شعري وكل حاجه يعني. انا بحب شعري كيرلي قوي، بس يعني اللي هو يعني عندي عيال وكده وعندي شغل، يعني ما فيش وقت بس اللي هو يعني في اولويات يعني. بس طبعا بس احنا بصي على قد ما نقدر بنحاول يعني نهتم، فاهمه؟ نهتم برضه. انت لما تشوفي شعرك حلو ايوه طبعا. لا وايه اللي بيتقله بقى؟ يعني تعرفي انت ازاي تخلي شعرك ما يخفش؟ المشكله بقى ان هو بيخف مع بقى العوامل التعريه وكده. بصي هو موضوع التقل ده بيبقى اصلا انت دي طبيعه شعرك من وانت صغيره. اوكي. في ناس مثلا كان شعرها تقيل نتيجه حاجات كتير قوي عدوا مثلا بستريس في الايفنتس مثلا في حياتهم، نفسيتهم شعرها خفيف قصدك. اللي عمل عمليه بعد كل الشعر بقى بيبتدي يرياكت بعد الاحداث دي بشهور يعني كتير. صح. بيبتدي بقى اللي هو يقع.
فالناس دي تقدر ان هي ترجع شعرها تاني، بس لازم طبعا نمشي مع دكتور، ده اساسي يعني. انا مش متخصصه. ما تقول لنا يا دكتوره مريم يعني رايك والله ايه كان نفسي بس انا لا، بعد أنا كل حتى بقعد اقول لهم والله لا حاجه زي كده لازم تروح الدكتور. انا مش هقترح ان انتوا تستخدموا برودكت على فروتكم، لازم تعرفوا ايه المشكله جايه منين وتكشفوا وهو يقول لكم. بس اعتقد اوريدي العنايه اللي انت قلتي عليها دي هتحمي الشعر من ان هو يقع طبعا، هتحميه من ان هو يتقصف. ده احنا بننساه خالص يعني. انا لو بهتم شعري من بره بس انا مش بديله الحاجات الاساسيه من جوه، زي مثلا الاكل المفيد، انا بحاول اظبط اكل عشان ما اكونش يعني بحسب بتدي له حب وحنان وكده. حسيتك يعني بتصحي الصبح شعري حبيبي فعلا، بس لا حسيت ان في موضوع اكبر من الاكل يعني. قلقت شويه، قلت دي انا مش هقدر يعني، ما عنديش بقى الاحاسيس دي، عارفه نفسي بس لسه هتطول قوي كده بس وبعد كده نواجه الدنيا. لا هم بصي، هم حاجتين برضو مهمين قوي، النفسيه والاكل. الغذاء طبعا النفسيه اكتر حاجه. الغذاء كده كده مهم لكل حاجه، بشرتك وشعرك وجسمك يعني، فدي ده اساسي. خضار بقى وفاكهه ده انا عايزه اقول لك ماما دايما لازم كل يوم لازم طبق نتس، لازم بيض مسلوق، لازم تقعد تاكلني خس بامانه يعني. كويس بتاكليه، كويس بتحبي تاكليه يعني. في حاجات بس انا لو سبتيني مش في موضوع الاكل ده، لا مش هركز فيه خالص بصراحه. فماما هي اللي بتفضل ورايا يعني في موضوع الغذاء ده اهم حاجه بصراحه. وموضوع النفسيه طبعا يعني، النفسيه دي بتاثر على كل حاجه. صح يعني لو بتعملي ايه بس نفسيتك مش كويسه، بتمري بحاجه صعبه قوي، نفسيتك مش احسن حاجه، ده طبعا بيرفلكت على كل حاجه، على بشرتك، على شعرك، على كل حاجه. خير ان شاء الله. ميرسي جدا يا استاذه مريم على هذا القدر من على الاضافه المانيوال، ويعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه يعني. نورتينا. لا مبسوطه جدا ان انا قابلتك، وانا كمان اكتر بكتير. واديتيني كده يعني، اديتيني كده اسمها ايه، اديتيني يعني نشاط، اديتيني كده يعني حته اللي هو ايه، لا علا اللي هو ايه ده، لا علا صحصحي بقى شويه، اديتيني حته كده اللي هو ايه ده، ده انا لازم فاهمه، عشان انا بقالي كتير يعني طبعا انا بعمل البرودكتس دي ومهتمه جدا وكنت عملتها علشان انا كنت بدور على حاجه لشعري تنفع مع نوع شعري وحاجه زي اللي انا كنت بستخدمه من بره. كنت دايما بجيب حاجات من بره، انا متحمسه ما كنتش لاقيه في مصر، فقلت لا انا لازم اعمل حاجه. دي الحاجه اللي خلتك تبداي بالظبط. حسيت ان انا عاوزه حاجه لا تنفع برضو لشعري الخفيف اللي هو كيرلي بس خفيف، واللي شعره اتقل ممكن يستخدم اكتر منه. بس يبقى في حاجه للبيس اللي هو البيس بتاع معظم اللي هو شعر اخف يعني، المعظم بيبقى اخف من الكتير قوي كده. تجربي بقى يعني، حتى جرب طبعا انا عملت، جبت بقى حاجات انا بحبها ولا عاوزه ده لا اخف، وجربتها عليا وعلى بنتي وعلى اصحابي وعلى ايوه كل الناس قالوا لي طب رايكم ايه، تعالوا بس نقلل نزود فاهمه. فبس الواحد مع الوقت اللي هو يمكن بيهتم بالمنتجات وبينسى شعره شويه، بينسى. ايوه الواحد يعني انا مهتميه اكتر بالاخرين دلوقتي، لو انا عاوزه اتاكد ان الناس يعجبها وتبقى مبسوطه بيه. طب انت فين بقى؟ بننسى نفسنا في البروسس، بننسى نفسنا. مع ان انا بستخدم الحاجات دي all the time، انا بستخدم بالذات الليف ان برودكت ده قريب قوي لقلبك يعني؟ الليف ان بصراحه والرياكتيفيتر. يعني ده عندي على طول، مع ان انا عندي برودكتس ثانيه ليف انز كتير عندي في البيت دلوقتي يعني. في نفس الوقت بجيب حاجات من بره وحاجات بتجيلي هدايا، فبقول طب ما اكيد في حاجات احسن يعني علا، يعني مش ما تستخدموش وخلاص، ما انت بتبيعيه وخلاص يعني فاهمه، اللي هو طبيعي اقول عادي يعني. فبستخدم الحاجات التانية لا، بحس مش بتدي نفس لا يعني، لا يا اما ملزقه يا اما تقيله، بحس لا ايه ده، فبرجع استخدم شعرك كمان مش يستحمل الحاجات التقيله بالظبط. فبرجع استخدم الليف ان والرياكتيفيتور ده عشان مفيش منه اصلا. مفيش منه، ده اللي هو 3 in 1. ده اللي هو بالظبط ده هير ميست، وينفع للريفرش، وكمان في ريفرش والهيشان الهيشان. فانا حسيت انه ده هايل في الصيف كمان، هايل ده تحطيه في الشنطه بقى معاكي. ده انا بصي ده انا هاخد من هنا استخدمه والله بالظبط. اللي بحبه جدا برضو الموس، عشان ما فيش اصلا موس مصري. انا ما شفتش في قليلين قوي، ما حسيتش ان يعني مش منتشر ده هايل للشعر برضو الخفيف. عشان انا مع الليف ان بدل ما بحط جل، بحط جل قليل قوي قوي في الستايلينج، بس الموس هو اللي انت بتعتمدي على الموس اكتر؟ انا بس عشان محتاجه بدي فوليوم. فانا بعتمد على ده كليا يعني، بحط شويه ليف ان. وده بقى اذا انا ممكن ابقى استخدمه مره في الصيف بقى، بيبقى لذيذ في الصيف فاهمه. بس في السفر كمان تحفه بقى ان انا احطه كده وسكرانش بالظبط وانطلق بقى. وانت شعرك ما شاء الله يعني هيعمل شغل جامد بالموس. ايوه ينفع. انا متحمسه جدا صراحه، هيعمل شغل جامد. لا بس الباكجينج تحفه بصراحه. ثانك يو. جربيه بقى، وعايزه اشوف بقى
عايزه اشوف بقى افتر هيبقى excited شكله عامل أوي. انا ازاي. متحمسه جدا للنتيجه، يعني انا متحمسه ان انا اجربهم بس مش بحب بقى اجرب الباكج كلها مره واحده، بحب ان لا. انا اشوف كده بالظبط يعني كل برودكت لوحدها. انا بالظبط. بحب قوي كده الصراحه، واقعد بقى جربي كده أترصد. بقى، انا عايزه اشوف بقى الصوره وانتي لا ده لازم اشوف بقى يبقى عامل ده ازاي. لازم، انا متحمسه جدا. ايوه بقى فاهمه اللي هو بقى اوعى بالموس والجل والليف ان هتكسر اوعى الدنيا. بقى هيعمل قلبان بقى. محدش يقف قدامي ايوه بص بقى مريم بقى نيو لوك بقى. هنشوف لا أنا خير ان واحدة شاء الله، جديدة، خير. فاهمة؟ والله ده انا اصلا شاء عايزه اقول لك الله. انا هغسل شعري بكره عشان عندي فرح يوم الجمعه، فممكن استخدم طيب الوهات الوهات بقى. طمنيني بقى او ما بسرعة. تكلمني. عارفه لو عايزني ما اتكلمش. ايوه لا ما انا مش موجود انا. لا انا هجربهم المره الجايه على طول الصراحه، انا متحمسه قوي ان انا ان اجربهم. شاء الله. انت كنت بتقولي على موضوع انه ما ينفعش نسلك شعرنا تحت في الشاور وننزل بالظبط عليه ميه بالفرشه. دي بالظبط. كارثه. دي كارثه، علشان كارثة. كده انا اصلا عملت كونديشنر بينعم الشعر. لا بيدي السليب من غير الزفلطه دي من غير الفرشه. اوكي. عشان دي كانت مشكلتي، ان انا كنت مهما حاولت اسلك شعري كان برضو بيقف. اوكي. حتى لو تحت الشاور او بره بس كان بيقف. فانا بحب اسلكه جوه الشاور. اوكي. فقعدت عملت كونديشنر ده، وقعدت اقول للناس اللي بتعمل الفورمولا لا انا عاوزاه يسلك من غير مشط احنا او من بنبقى غير محتاجين فرشه. ده بجد، احنا ده فكل شويه يعملوا لي عينه اقول لهم لا انا برضو محتاجه مش بيزفلط فرشه لسه. مش بيزفلط، وانا عاوزه احط صوابعي كده. بصي عاوزه احط كده ينزل ينزل لحد الاخر. طب ده تحفه على فكره. فده انا عايزه اقول لك فأنا ده انت كده وفرتي علينا حاجات وخطوات. انا فكره التسليك دي لوحدها كان لا بتاخد وقت. ممكن في الاخر بقى فاهمه تبقي تعملي وانت بره، بس كون ان هو يسلك شعرك ان هو اعمله بس كده بصوابعي، افك كده بصوابعي بالراحه وهو هيقوم بالواجب. This was one of the يعني الحاجات اللي انا كنت عاوزه اعمل الكونديشنر عشانها. عشان ما اضطرش ان انا اقعد. طب ما انا الكونديشنر ايه لازمته لو انا هسرح لما في شامبو وعندك بقى الكونديشنر. ده انت عايزه اقول لك فده جربيه بقى. من مرحله كده انا انقذت نفسي منها برضه. الشاور دي كنت بشيل همها. انا كنت بطلع عايزه اقول لك كنت بشغل بقى مسلسل واقعد بقى اقسم شعري واقعد اسلك. يا على روقانك يا حبيبه قلبي. عشان كده ما حد الحمام محجوز يا جماعه، ما حدش انا حتى بنتي ما بعملهاش كده يعني. انا بنتي بالله يعني انا حاجات اهي وعيشي الحياه يعني. جربي بقى اعملي ميكساتك بقى شعبولي الدنيا. انت وحظك بقى. انت بقى يعني بس لا انا بحب يعني لا ده انا برضه هستخدمه كل واحد الصراحه. استخدميه قولي لي عمل كده فعلا ولا لا. شعري غابه بعد بقى 5-6 ايام. ستي ما شاء الله يا ربي. لا يعني يكمل اللي معاكي المشوار. لا ان شاء الله. لا عايزه بس يسد شعري. يعني يسد بس اول يوم. يعني شعري بيبقى غابه. ما بصي التشابك والفهم عاملين لا شايفه اخر ده انت اخر الاسبوع انت كده شايفاه في احلى يعني. لا مراحله بعد 5 ايام لا بيبقى صعب، محتاجه بجد بلسم قوي. هو بقى كده يعني اصلا مش بيديني السليب دي يبقى ايه لازمته. انا عملت ايه بس جربيه قولي لي بجد. عشان قعدت كتير قوي في الفورمولا دي لحد ما بس بيعمل بتحسي. ايوه قعدت كتير قوي اقول لهم لا برضه مش بيعمل برضه مش بيدي يعني. حطي كميات حلوه وهتلاقيه نزل على طول. لا انا هعمله بكره بقى نترقب. يلا بينا الموضوع نشوف ايه بقى نترقب نترقبك بقى في الايه النتائج. والله في الستوريز بقى. بصي انا عايزاكي ايه، عايزه اشوفك بقى بتصوتي. لا انا حاسه ان هو هيعمل شو هيجي ان شاء الله. يشوفوا بقى نتيجه في الفرح يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله نشوف فرح بقى لما تروحوا هتعمل فيه ايه. تابعوا الستوريز تابعوا بقى. ميرسي. ثانك يو ليكي قوي. مبسوطه كنت معاكي النهارده. انا الاسعد. ميرسي. شكرا. ثانك يو. شكرا يا جماعه. ايه عايزين